طبعا زي ما انت ما شايف درجة الحرارة حوالي 76 درجة. زي ما انت شايف ازاز الكيس مقفول. عندي طريقة ليك النهاردة هتنزلها من 75 لأكتر من 10 درجات. تعالى خليك معايا. زي ما انت شايف بدل درجة الحرارة 75 بقت درجة الحرارة 60 درجة، وكمان الإزاز مقفول زي ما انتم شايفين. عشان تعرفوا الطريقة يلا خليك معايا. فاحنا النهارده عشان افهمكم هي مش طريقه واحده اصلا، يعني انت في بتاع 5-6 طرق. فاوعى تسكيب اي لحظه من الفيديو، لان في طرق بسيطه وصغيره هقول لك عليها فممكن تضيع وانت بتسكيب تفيدك انت، فانت دي مشكلتك. فالمهم كمل معايا الفيديو للاخر. عندنا اول حاجه، بس اهم حاجه، انت لو الكارت بتاعك شبه الصوره اللي انا حاططها لك دي دلوقتي ما تكملش معايا الفيديو. هتعمل ايه بقى؟ ثانيه، خليك معايا. هتروح اي محل دهانات وتشتري فرشه زي دي، او هتلاقي فرشه رفيعه زي كده برضو تشتريها برضو من اي محل دهانات. مش عارف بصراحه هتعمل كام دلوقتي لان دي شاريها من زمان جدا. الفرشه دي بقى هتفيدك في ايه يا معلم؟ هتنضف طبعا المنظر اللي انا حاطته لك برضو دلوقتي قدامك، لان ده طبعا عامل زي مواتير العربيات، اي تراب هيعيق نظام التبريد وممكن كمان يقلل الاداء. التراب ده بيقلل الاداء، فانت هتنضف بالراحه. اهم حاجه فرشه ناعمه جدا. ثانيه واحده اوريك تاني. لو انت شايف الفرشه عامله ازاي تكون ناعمه جدا. بص انا ماشي ايدي عليها بالراحه، شايف؟ تكون فرشه ناعمه جدا هتجيبها، ودي عموما تنظف بيها الجهاز كله. مميزات الفرشه دي هتنظف لك التراب من اي حاجه وتفيدك في اي تنظيف حتى لو بره جهاز الكمبيوتر يعني. ماشي، دي اول حاجه. تاني حاجه هنصحك بيها في الفيديو النهارده، لو انت كارت الشاشه بتاعك قديم شويه عدى عليه 3 سنين مثلا وانت شاريه، لازم يعني الطريقه الاخرانيه هي اهم طريقه في الفيديو، هي اللي هتنزل لك درجه الحراره غصب عنه. بس برضو لازم تعمل الموضوع ده. ايه هو بقى؟ لو زي ما قلت لك كارت الشاشه بتاعك قديم هتعمل ايه؟ لو انت بتعرف تفك كارت الشاشه وتغير معجون حراري اعمله لنفسك. لو ما بتعرفش نصيحه مني، وديه الفني وديه المحل. اي نعم ممكن يكون ب 150 جنيه التغيير او حاجه زي كده، لكن عشان انت ما تبوظش الكارت، ممكن كارتك ده يكون معدي 10,000 جنيه، ف 150 جنيه بالنسبه له مش حاجه. وطبعا لو انت حابب تخوض المغامره ممكن تبحث على اليوتيوب، ممكن كمان تنزل تكلمني على الفيسبوك وهقول لك تتفرج على ايه عشان تغير السيرمال بيست. دي حاجه. طبعا ليه بقول لك لو عدى عليه 3 سنين بالتحديد؟ لان لو عدى عليه 3 سنين هيكون الضمان بتاعه انتهى. طيب المهم هنا لو ما عداش عليه 3 سنين وانت ملاحظ ارتفاع غريب في درجات الحراره، يعني انت هتلاحظ ارتفاع الغريب ده في درجات الحراره ازاي؟ انك هتبحث على اليوتيوب على نفس نسخه الكارت بتاعك. مثلا انا الكارت بتاعي جيجا بايت جيمنج او سي مثلا، الكارت ار اكس 6600، فانت هتكتب ار اكس 6600 على اليوتيوب جيجا بايت جيمنج او سي، هيطلع لك فيديوهات مراجعه واكيد هيظهر فيها درجه الحراره. او انت اكتب جنب برضو الجمله دي تمبريتشر تيست مثلا، هتلاقيه يطلع لك درجه الحراره. فدرجه الحراره اللي طلعت لك دي ده متوسط درجه حراره الكارت. خد بالك بقى عشان مثلا ما يكونش درجه الحراره بتاعه الكارت 50، ممكن يكون هو عايش في روسيا. فانت يا ريت بقى لو تكون مراجعه عربيه في دوله عربيه فتبقى درجات الحراره متشابهه يعني. فانت عموما لو لقيت في الفيديو درجه الحراره 65 ل 70 وانت لقيت كارتك 80، فانت تروح تغير معجون الحراري وانت لسه كارتك ما عداش عليه 3 سنين الضمان، او على حسب بقى الشركه، في شركات بتدي 4 سنين. هتروح للضمان التوكيل او المحل اللي انت اشتريت منه، هتقول له عايز اغير المعجون الحراري بتاع الكارت بتاعي لان درجه الحراره عاليه اوفر. طيب اهم طريقه بقى معانا في الفيديو النهارده واللي انا حطيتها في اول الفيديو، وهي انك تغير سرعه مراوح كارت الشاشه بتاعتك. ليه بقى؟ لان المراوح بيبقى فيها كروت الشاشه الحديثه فيها تقنيه جديده اسمها 0 دي بي فان. الزيرو دي بي فان ده ما تخليش كارت الشاشه مراوحه تدور غير عند درجة حرارة معينة. لا مش كده بس، كمان ده انت كمان هتعلي سرعة المراوح حتى بعد التقنية دي. يعني انت مثلا عندك المراوح حتى عند درجة حرارة 75 برضه بتدور بسرعة بطيئة، في حين ان انت ممكن تسرعه وتخلي درجة حرارة الكارت بتاعك 60 زي اللي انت شفتوه في فيديو النهاردة. فتعالوا بقى نطبق بينا الطريقة، يلا بينا. طبعا بسم الله. اول حاجة الطريقة دي انت هتحتاج فيها كام برنامج. اول برنامج فيها اللي هو MSI افتر بيرنر، هحط لك اللينك بتاعه تحت. تاني برنامج هتحتاجه اللي هو هاردوير انفو، برضه هحط لك فيه اللينك تحت الفيديو، هتلاقيه في اول تعليق وفي الديسكريبشن. طيب اول حاجه احنا هنفتح كده
الام اس اي افتر بيرنر، ام اس اي افتر بيرنر طبعا هتسطبه عادي، نكست نكست نكست. لو عندك مشكله تعالى على صفحه الفيس واقول لك هتسطبه ازاي. طبعا لو عندك البرنامج مش بالشكل ده، عشان انا عايز اوحد الشكل بحيث ان الناس كلها تبقى عارفه او تعمل زي بالظبط، هتروح برضو على الترس وتدوس كده على السهم ده لغايه لما تروح على اليوزر انترفيس. هتخلي هنا اليوزر انترفيس سكاننج بروبرتيز، هتخليها هنا اللي هو نفس الاسم ده. اهم حاجه في برنامج ام اس اي افتر بيرنر هتيجي عند الترس ده، دي حاجه مهمه جدا، اوعى تنساها. هتيجي عند الترس ده وتدوس عليه، وبعدين هتروح على ستارت ويز ويندوز، هتعلم عليها تشيك صح، هي مش هتكون صح فانت هتعلم عليها تبقى صح. وهتيجي هنا هتخليها برضو هتشيك صح على ستارت مينيمايزد، ماشي. بعدين هتدوس اوكي طبعا، وتدوس على علامه الستارت اب دي وتدوس وتخليها منوره زي ما انا دايس كده. انت كل ما هترستر الجهاز او تقفله وتفتحه هتلاقي البرنامج اللي هو ام اس اي افتر بيرنر بيشتغل معاك على طول وبيطبق سرعه المراوح دي على طول. انا بس عايز اقول لكم حاجه، انا هنا اصلا مفعل الطريقه فانا هشيلها عشان يبقى زيكم. بس زي ما انتم ملاحظين درجه حراره كارت الشاشه على الايدل من غير ما اشغل اي حاجه 35 درجه، ودي حاجه كويسه جدا جدا. تمام. المفروض لو انا مش مشغل الطريقه دي هتلاقي درجه الحراره عندي في حدود ال 55 وانا ما بعملش اي حاجه على كارت الشاشه. المهم هوريكم برضو، بس المهم نتجه على البرنامج الثاني اسمه هاردوير انفو. فانت هتدوس اتش دبليو هتلاقيه عندك، بتدوس طبعا بعد ما تحمله وتعمل له انستول هتخش عليه عادي. البرنامج ده ممكن تلاقيه معقد شويه، بس انا هقول لك اللي احنا هنحتاجه في البرنامج ده. زي ما انتم شايفين البرنامج اهو، هتنزل لغايه لما تلاقي الجي بي يو او اسم كارت الشاشه بتاعك. تمام اهو الاي ام دي ده كارت الشاشه بتاعي ار اكس 6800 اكس تي. هتنزل هتلاقي الجي بي يو فان، هتلاقي زي ما انت ما شايف انا كده مش مطبق الطريقه. هتلاقي الجي بي يو فان 0 ار بي ام، ار بي ام اللي هو دوره في الدقيقه، يعني المراوح مش دايره تماما. يعني ما فيش من الاخر داعي انك تفتح الازازه عشان تشوف المراوح دايره او لا، البرنامج ده هيعرفك. البرنامج ده بيكون فيه كميه معلومات عن الجهاز كبيره جدا، فانت لو واحد متخصص حمل البرنامج ده هيفيدك. بس انا هنا بوريك اللي مخصوص بالفيديو ده. طبعا زي ما انتم شايفين انا قاعد بتكلم ما بعملش اي حاجه، درجه حراره الكارت طلعت ل 41 وهتزيد برضو زي ما انتم هتشوفوا. انا بس بوريك عمليا بعد ما قفلت الطريقه درجه الحراره هتزيد قد ايه. المهم كده عرفنا فعلا ان المراوح مش شغاله، فاحنا هنا عايزين نحل المشكله دي. هنروح على الترس على برنامج ام اس اي افتر بيرنر، هتدوس عليه. بعدين هتروح على فان، ده هنا التحكم في الفان. طبعا بعد الطريقه واشرحها لك هوريك حاجه تخليك تعمل كل الكلام ده من غير برامج، تمام؟ يعني من غير كل البرامج دي كلها، بس لازم خليك هنا تشوف عشان دي انا شايفها احسن بصراحه. يعني انا طريقه من غير البرامج لا، شايف ان دي احسن منها. المهم هتدوس هنا بقى، احنا جبنا الفان صح، هندوس على enable user defined software automatic ايا كان. طيب انت طبعا مش هتلاقي الشكل ده عندك، هتعمل ايه بقى؟ هنا هتعمل الجيسنج او هتجرب، فانا هغيره قدامكم. يعني ده اللي انا حطيته في فيديو النهارده هغيره قدامكم تاني اشرح لكم برضه. من تحت هتلاقي انه التمبريتشر او درجه الحراره، يعني الكيرف الخط اللي تحت ده بيشير لدرجه الحراره، الخط اللي فوق ده بيشير لنسبه سرعه المروحه، ماشي؟ فانا هنا بقول له ان عند 40 درجه مئويه او سيليزيوس اللي هي درجه مئويه خلي سرعه المراوح 10%. فمعناها ان او بلاش 40، خليها، انا شايف ان انا خليها 50 احسن حاجه. عند 50 درجه المراوح هتبقى شغاله على 10%. يعني بص هفهمك اكتر، يعني من درجة حرارة 0 لغاية 50 درجة المراوح هتفضل شغالة على 10%. طبعا انت ممكن تقللها بس انا بنصحك 10%، دي هتبقى احسن حاجة. طبعا زي ما انت شايف برضو عشان انا سايب لك ام اس اي فوق، درجة حرارة الكارت عمالة تعلى مع ان مفيش اي حاجة شغالة على الجهاز، ماشي؟ يعني انا مش فاتح غير البرامج دي اصلا. زي ما انت شايف هو برنامجين بالظبط، والبرنامجين ما بيستهلكوش اي حاجة. طيب المهم نرجع لطريقتنا. فانا كده اديت امر للجهاز او لكارت الشاشه عند 50 درجه مئويه المراوح تشتغل على 10%. طيب نيجي بقى نتحكم بعد ال 50 درجه. طبعا انت لما تشغل العاب طبيعي عند ال 65 لغايه 70 درجه مئويه هتلاقي ان هتلاقي ان المراوح لازم تعلى شويه. فانت اهو هتيجي عند 50، يعني مثلا دي نقطه زياده بتدوس على زرار الديليت بتشيلها، تمام؟ اهو هدوس عليها حددتها، هقول له عند مثلا 65 درجه، عند 65 درجه خلي المراوح تدور
بسرعه 45% اهو. طيب ده كده انا بعمل اكفأ كيرف بالنسبه للكارت بتاعي. طبعا دي عند اعلى درجه حراره انصح كارتك ما يعديهاش تماما، اللي هو ال 80. يعني خلي كارتك بقدر الامكان ما يعديش درجه حراره 80 نهائي. قشطه. فانا هقول له عند ال 80. انا بقى عايز عند ال 80 تكون سرعه المراوح عاليه بحيث انه ما يهوبش لدرجه الحراره 80. فانا هقول له عند 80 درجه خلي سرعه المراوح 60%. تمام اهو عند 80 ثانيه هنشد النقطه شويه اهو 80 هتلاقي سرعه المراوح 60%. طيب ودي طبعا اللي هو دي كده كده يعني عادي حطها اي حاجه، لان انت كده كده خليت كارت الشاشه بتاعك ما يعديش ال 80. طبعا عايز افهمك حاجه، انت هنا كل كارت ليه كيرف مختلف تماما عن اللي انا بعمله. انا بفهمك بالتفصيل عشان تعمل زيي، مش نفس الكيرف، اقصد تعمل زيي اللي هو تفكر زيي وتجرب وتشوف الكارت بتاعك. طيب تمام خلاص كده خليت عند درجة حرارة 80. الكارت بتاعي هيشتغل عند سرعة 60%. طبعا انت ممكن 60% بالنسبة للكارت بتاعك مثلا ممكن يكون كارتك مروحة واحدة في 60%، ده حاجة قليلة بالنسبة له، فانت ممكن تعليها ل 70 او 80. فانت هتجرب وهتحمل برضو تالت برنامج. كويس ان انا افتكرت برنامج اسمه فير مارك، برضو هنزل احط لك اللينك بتاعه تحت. هتعمل كده اهو فير مارك، هتلاقي الريزوليوشن هنا اللي هو دقة الشاشة بتاعتك. انا عندي عشان الشاشه 2K فهخليها هنا 2K، واعلي هنا ده اعلى حاجه ليه عشان يستهلك الكارت بكامل قوته ويدينا اعلى درجه حراره ممكنه. طبعا في الالعاب او في الاستخدام العادي درجه الحراره مش هتبقى عاليه زي البرنامج ده، بس انا هنا باخد اسوأ سيناريو عشان تعمل زي. فهتدوس على جي بي يو ستريس تيست، وطبعا كده هتدوس على اوكي او جو، يعني هتلاقي درجة الحرارة بتظهر عندك. شايفين درجة الحرارة عمالة تطلع لكام؟ 66، وهتقعد تطلع. طبعا عشان كده كده عملت التست فخلاص هقفل. انا هنا لسه ما دوستش على ابلاي، يعني لسه ما خليتش الكيرف ده يشتغل، فادوس على ابلاي. بصوا يا شباب، انا بسجل لكم الحتة دي وانا بمنتج عشان حاسس ان هي ممكن ما تكونش وصلت لكم تمام. الفكرة هنا انه ايه، انا قبل ما بعمل الكيرف اصلا بخش اعمل تيست على كارت الشاشة، اشوف اقصى درجة حرارة هتبقى كام على كارت الشاشة. مثلا طلعت لي 80 مثلا، فانا بقى هعمل ايه، هعمل الكيرف زي ما انا معلمتكم الطريقة. طيب بخش اعمل تيست تاني، بشوف اقصى درجة حرارة بعد ما عملت الكيرف اول مرة طلعت كام. مثلا طلعت لي 75، طب ما انا ممكن اقلل درجة الحرارة اكتر، فاعمل كيرف احسن، احاول مثلا اعلي المراوح ما بين درجتين معينين، مثلا من 75 ل 70 هعلي سرعة المراوح، فبالتالي درجة الحرارة طبيعي هتقل. بس كده، هي دي الفكرة. وهتقعد بقى تست وتجرب، تتست على الفيرمارك وتجرب تاني على MSI افتر بيرن. اوكي طبعا هنا انا عملت الكيرف صح. هتلاقوا طبعا درجه الحراره هتقل مع الوقت، يعني هتنزل زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو لغايه 35 على الايدل اللي هو ما فيش اي حاجه مستخدمه من كارت الشاشه. هندوس على جو، زي ما انتم شايفين اصلا درجه الحراره انا عم بتكلم عماله تنزل اهي. هتدوس على جو هتلاقي طبعا درجه الحراره هتبقى مثلا اعلى درجه حراره 65، وده طبعا درجه حراره ممتازه تمام. بس انا خلاص زي ما قلت لك مش ضروري اسيبه شغال معاك، انت هتقعد تجرب على كارتك ماشي. وطبعا التست ده نصيحه مني ما تخلوش يعدي الربع ساعه، عشان كده انت بتستهلك كارتك جامد. فخليه في حدود 7 دقايق هيجيب لك درجه الحراره المظبوطه. المهم هنقفل عادي التست كده. احنا خلاص ظبطنا المراوح بتاعتنا. وطبعا اللي احنا عملناه في البدايه اللي هو ستارت ويز ويندوز، اللي هو انت خلاص طبقت سرعه مراوح كارت الشاشه بتاعك على اللي انت عايزه. خلاص عملت كيرف كده. انت كل ما هتراستر الجهاز او تقفله وتفتحه هتلاقي البرنامج اللي هو MSI افتر بيرنر بيشتغل معاك على طول، وبيطبق سرعه المراوح دي على طول. في اي وقت هتفتحه مش هتقعد بقى تعيد الموضوع ده كله. بس كده. طبعا برنامج ما تقلقش منه، ما بيستهلكش اي حاجه من الجهاز، بياخد حاجات بسيطه جدا مش هتفرق في اي حاجه حتى لو جهازك ضعيف يعني. بس كده دي بالنسبه للطريقه دي. طبعا هي طريقه انا طولت فيها معاك ليه، عشان ما تغلطش او ما يعني تفهمها بقدر الامكان مظبوط. طيب في طريقه تانية اللي هو من غير برامج خالص. طريقه تانية لو انت، انا هكلمك دلوقتي لو انت معاك كارت شاشه AMD، هتدوس كليك يمين وهتروح على AMD سوفت وير، هتروح هنا على قائمة البرفورمانس وهتعمل ايه، هتيجي هنا على الفان تيونينج
تمام. البرفورمانس هتخليها كاستم وتيجي على الفان تيوننج، وهتعمل بدل الديزيبل دي هتدوس عليها تخليها انيبل. وهنا اهو بيقول لك الزيرو ار بي ام اللي انا قلت لك عليها طبعا هتعملها اوف، هتخليها ديزيبل. وهتيجي هنا تدوس على ادفانسد كنترول وتعدل نفس حوار الكيرف بالظبط هتعمله هنا. الفكره هنا انك مش هتستخدم برامج خارجيه طبعا، بس عشان ما انساش، انت هنا بعد ما تعدل الكيرف وكل حاجه هتدوس على ابلاي تشينجز عشان ما تلاقيش مفيش حاجه اشتغلت معاك. طيب لو انت كارتك انفيديا، كل اللي هتعمله هتبحث على اليوتيوب، عشان انا ما عنديش كارت انفيديا اوريكم هاو تو كنترول فان سبيد اون انفيديا جرافيك كارد مثلا، بس كده. وطبعا لو انت عندك مشاكل كلمني وهقول لك تعمل ازاي. كلمني على الفيسبوك، هتلاقي الصفحه تحت في الديسكريبشن. طبعا كده انا خلصت اهم الطرق. في طريقه اخيره ودي اللي بتلجأ لها لو مفيش اي حاجه اثرت معاك، وده طبعا مستحيل مفيش حاجه تاثر معاك. طريقه المراوح دي 100% هتغير معاك درجات الحراره، وهي حاجه اسمها الجي بي يو اندر فولتنج. بس طبعا انا لو طبقت الطريقه دي هتاخد دبل وقت الفيديو ده، فانا هخليها الفيديو تاني. فانزل اشترك بقى في القناه وفعل جرس التنبيهات وحط لي لايك، واتمنى يكون الفيديو عجبك. كان معاكم اخوكم محمد، مع السلامه.